بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. حلقة جديدة وتأملات علاء الشعر. آه، عصر الرومانسية، عصر السرعة، مرضى القلوب، الملائكة في الطباع، كل دي أشياء متضادة. في منطق معكوس ومنطق عكسي بين الحق والخير، وفي الجانب الآخر الباطل والبهتان والشر، صراع أزلي بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة. آه، مفيش يعني حاليا من عصر الحديث، عصر السرعة، عصر مرضى النفوس والأمراض النفسية وحاجات غريبة، حاجات يعني ده شيء فيه الناس يعني اللي هي ماشية بالشرف وماشية بالأخلاق وكذا، بتجد مصاعب كبيرة في هذا العصر، عصر السرعة والأخلاق المتدنية ومرضى القلوب. دي كلها أشياء نقاشها في هذه الحلقة التي هي بعنوان الأمراض النفسية عند الزعماء والقادة. الأمراض النفسية عند الزعماء والقادة. هنشوف أمثلة من الناس الزعماء. طبعا ده لما يكون زعيم ماسك في دولة فيها ملايين كذا وكذا، لما يصيبوا مرض من هذه الأمراض سواء النفسية أو كذا، أمراض القلب أو الأمراض النفسية، كارثة، يعني كارثة جامدة. يعني هتلر وصدام حسين، صدام وهتلر دي وناس في التاريخ يعني فعلا الناس دي مرضى، خاصة هتلر وصدام حسين دول يعني بعتبرهم مجرمي الحرب. عندهم جمل عظيمة، ده كله هنناقشه في الحلقة دي. وبرضه هنناقش بعض الأمثلة من محليا في مسألة سواء الضمير الحي أو الناس اللي هم مرضى القلوب في عالم السياسة وعالم الفن. وشوف برضه في عصر السرعة والعصر الحديث، هتلر وصدام دي في حلقة عنوانها هو مرض النفسية عند الزعماء. نشوف مثلا صدام حسين وهتلر، لما دول الناس يصيبهم مرض جنون العظمة وقت الذنب ويعني مرضى القلوب، لما تصيب زعماء عن بيحكمهم يعني تحت أمرهم ملايين، ناس عندهم ملايين، ناس تعدهم الملايين، هتلر وصدام. هتلر الحرب اللي هو أشعلها في العالم في النهاية أدت إلى مصرع 50 مليون شخص حول العالم، أغلبهم عجائز وأطفال وأبرياء، بسبب إن هو عنده عقد ذنب وعنده نقمة على المجتمع ونقمة على الإنسانية ونقمة على كل شيء. ده عند صدام برضه. صدام الرجل سفاح متعطش الدماء، عقدة برضه في الصغر. هتلر عانف في صغره لدرجة إنه كان فقيرا جدا، يعمل رساما بقرور يعني بأجر زهيد جدا في عشان يقدر يعيش، ودخل السجن يعني. وكان برضه يعني كان ده برضه عنده مرض أدى إلى عن هو عمل مرض جنون العظام. والناس اللي حواليه، الناس اللي هم بعد ما هو بزغ نجمه في السياسة، كان الناس بيشوفوا إن هو يعني بيشوف حاجة يعني. الناس اللي هو حواليه في الحزب وفي السياسة كانوا بيشوفوا إن المرض ده شيء عظيم عنده، شيء يعني إيجابي أو حسنة في تاريخه. وهكذا على في السلطة إلى أن وصل إلى أنه يكون الرفيق في الرائق في حزب النازي الذي قاد العالم إلى الأهوال والمآسي والنكسات. ده كله هتلر، أدولف هتلر، الرجل المعقد الذي مجرم الحرب الذي قاد البشرية وكاد يقود الإنسانية للهلاك، وهذا هو مجرم الحرب الأول في مسألة القادة والأمراض النفسية. نشوف صدام ده راجل يعني عنده في علم النفس في شخصية اسمها الشخصية الانتحارية. دي مش صدام بس، يعني أنا كنت بشوف حسني مبارك، لكن حسني مبارك يعني عشان راجل عسكري وكده، ده كلام يعني بعيد عن الموضوع. لكن حسني مبارك في الناس اللي هي القادة اللي هي مسكت الحكم
والناس بتحترمها بشيء من المبالغة. يعني عندها حاجة اسمها الميول الانتحارية، ده في النهاية بيؤدي الناس اللي هم حوالين هذا القائد أو هذا الشخص بيحترموه، على أساس إن هذا التوجه النفسي للغريب يعتبر مدعاة للاحترام وكذا. كنت باشوف ده في حسني مبارك، لكن بقى تشوف صدام والناس الديكتاتوريين، مسألة إن الميول الانتحارية أو إن الشخصية الانتحارية، بمعنى إن هو يعني يعني آآ الناس اللي حواليه يشوفوا إن هو مش هامه، وده كان فعلًا صدام هو مش هامه الموت، وعايز ينفذ ش مخططاته إنه ينتقم من المجتمع، ده مرض نفسي زي ما قُلت إن هو مرض قلب، عايز ينتقم من المجتمع، وده يعني في علم النفس في حاجة الشخصية الانتحارية، وده اللي كان أصاب صدام، ده يعني عنده نقمة على المجتمع، وعنده حُب الانتقام من المجتمع اللي ظلمه. وشوف أنا كنت يعني طبعًا في الخليج وقت تولّى صدام السُلطة، آآ كنت معاصر لمسألة توليه السُلطة سنة 79 أو 79. بعد توليه السُلطة ب3 أيام كان قائد حزب البعث في العراق الحاكم، عمل اجتماع لحزب البعث، حزب اللي هو حاكم، فيه كل أعضاء حزب البعث، آلاف طبعًا، خلّى الجلسة مذاعة على الهوا بتقنية عالية كده. وبعدين قال خطاب، قال الجلسة كانت نارية، الجلسة كانت يعني فيها رعب، وفيها الناس اللي كانوا قاعدين في الجلسة كانوا بيترعشوا. قال في مؤامرة على نظام الحكم وكذا وكذا، والناس اللي هاقول أساميهم دول يخرجوا من القاعة، هم خونة يخرجوا من القاعة. الناس وفعلًا يعني شيء يعني كان مذبحة حاجة غريبة يعني هذا الرجل متعطش الدماء، مريض نفسيًا، مريض فعلًا يعني، مريض القلب، مريض النفس، ده شيء يعني لا ينكره أي حد. قال إيه أسماء 22 واحد كانوا قاعدين في القاعة، وبالفعل خرجوا من القاعة في مشهد ذليل، ثم سمع طلقات الرصاص تداوي خارج القاعة، في مشهد غريب دراماتيكي غريب، الناس بتقتل والراجل كان صدام عيط بعد كده في هذا المشهد الغريب، حتى هو عيط يعني شوف، يعني حاجة يعني كانت حاجة مأساة وحاجة مذبحة، شيء يعني ده كان راجع عن صدام وهتلر. نيجي بقى الأمثلة في المصريين، المجتمع المصري، في الناس اللي عندها مرضى أمراض نفسية، في الناس اللي هم اللي أثّروا في التاريخ. هنذكر هنا بنخُص بالذكر الأميرة فتحية اللي هي الملكة نازلي والأميرة فتحية. الملكة نازلي الملكة نازلي أم الملك فاروق، والأميرة فتحية أخت الملك فاروق. الأميرة فتحية كانت يعني الأميرة فتحية، الناس دي كانت بتمتع بجمال فائق، يعني الناس دي من منبثقين من أوروبا، الجمال الفائق. أميرة فتحية والملك فاروق نفسه كان راجل جميل كرجل يعني. عيال الملكة طبعًا الملوك بيتجوزوا أجمل نساء، وأمها والدتها الملكة ناضلي كانت زوجة الملك فاروق. لكن هنشوف بقى إزاي الانحرافات في في مسألة الملكة ناضلي، الأميرة فتحية والملك ناضلي. بعد وفاة الملك فؤاد، كان الملك فاروق شاب لسه. وشوف بقى مسألة برضه في التاريخ ناس نساء برضه حصل بسبب إنهم يعني شهوانيات كذا كذا، وفي نفس يعني كامرأة العزيز ملكة سبأ، وفي التاريخ كليوباترا، وفي يعني التاريخ وشجرة الدر، التاريخ يحفل بنماذج بالذات في النساء، في نماذج يعني يحبّوا الظهور وكذا. الملكة ناضلي بعد وفاة الملك فؤاد آآ كانت عندها 5 أبناء، هم 4 بنات من جوزها والملك فاروق، وحصلت لها مشكلة معيّنة، في مشكلة صحية معيّنة، فخدت بنتها اللي هي الأميرة فتحية، كانت سائقة الجمال طبعًا، جميلة جدًا طبعًا، فائقة الجمال، وسافروا لفرنسا.
كان رحلة علاج يعني. كان في هذا الوقت رجل وصولي انتهازي لم يحصل على أي شهادة، قبطي مسيحي اسمه رياض غالي. كان بيعمل في مهنة وضيعة بسيطة حقيرة في السفارة المصرية في فرنسا. وكان هذا الرجل، وكان كل مهمته هذا الرجل القبطي، أنا عايش في الأقباط لكن بقول من اسمه نعرف إنه قبطي، راجل يعني وصولي انتهازي. كان كل مهمته في إن هو في إن هو يكون مساعد في مسألة البروتوكول في موظف السفارة، فيما في البروتوكول في السفارة. ولما حضرت الملكة ناصر والأميرة فتحية لفرنسا عشان العلاج، آه، كان وظيفته إن هو يحمل حقائب الممتعة الملكة ناصر والأميرة فتحية. وهتشوف إن الملكة ناصر اللي هي رغم إنها ملكة وغنية وكل حاجة، لا عينها فارغة للأسف يعني. يعني عندي يعني، وحصل إن الراجل ده الأفاق عنده لسان معسول وطريقة في التعامل مع النساء بطريقة كالأفعى والثعبان. الغريبة إن الملكة ناصر لما سلم عليها فجلس على ركبته أمامها، ولا إني خاضع لهذا الجمال الملائكي الفائق وكذا، أخضع للجمال وكذا. أنا كشاعر بقول إن دي عبارات تسحر أي سيدة، ومنهم الملكة ناصر. ف حصل عندها انجذاب حصل عندها يعني انجذاب لهذا الرجل، وحصل بينهم علاقة في الأول بدأت بسيطة وشريفة وكل حاجة، ثم اتطورت هذه العلاقة إلى علاقة جنسية وأصبح عشيقا لها. مش ده وبس، مش كده وبس، حاجة غريبة الملكة راسلي يعني طب يعني حاجة غريبة آه، يعني يعني عملت ملعوب معين إن هي تخلي الأميرة فتحية تقع في غرام هذا الرجل الأفاق. وبالفعل تزوجته الملكة الفتحية فيه فرقة غريبة جميلة جدا، جمال فائق عندما يجتمع بالندالة والوصولية وأمراض العصر الزائفة الغريبة الزائفة. فعلا حاجة غريبة. الملكة ناصر بقت عشيقة لهذا الرجل في نفس الوقت لهذه المرأة اللعوبة اللي هي يعني حاجات حقيقية، حاجات غريبة جعلت الأميرة فتحية تتزوجه ولكي تكون بالقرب من عشيقها. في مشهد مذل، مشهد يعني ده يعني. وحاجة غريبة إن هي برضه حاجة غريبة، الراجل ده كان مسيحي، أنا قلت إنه مسيحي. هنشوف حاجة عجيبة وغريبة، فرقات غريبة يعني حاجات الناس ما يعرفهاش كتير، أنا بقولها ونقول ده التاريخ. والناس يعني يعني حاجة غريبة. آه، الملكة قصدي دخلت المسيحية، والأميرة فتحية اعتنقت المسيحية عشان تقدر تتزوج من هذا الرجل، عشان يكون الزواج شرعي. وثم استولى على ثروة الملكة نازلي بطريقة ما، بتلاعب في كده. يعني شيء، شوف مفارقة غريب الناس ما تعرفهاش. شوف التاريخ وما يعج به من تلاعب ومآسي. تستولى على ثروته وضارب في البورصة وأهدر الثروة اللي هي بتاع ملكة نازلي والملكة عشيقة. أهدر الثروة في البورصة وأصبح فقير، وأصبحت الملكة نازلي فقيرة جدا دقة، والأميرة فتحية فقيرة دقة. وعاد إلى مصر وعاشوا في شقة حقيرة. ده شيء غريب، أنا أول الناس دي ما تعرفش الكلام ده، الناس ما تعرفوش. في السبعينات عادوا إلى مصر الإيراد غالي ده، وأميرة فتحية والملك نازلي مات توفت في 76. الأميرة فتحية من كتر شظف العيش والفقر راحت لراد غالي في شقته الحقيرة، وحصل بينهم مواجهة ومشادة. في النهاية أشهر مسدسه على الأميرة فتحية وقتلها، فرقت مصرها وحاول الانتحار لكنه أصيب بالعمى، فيه فرق للقدر لكي يعذبه الله ومات في السجن. ده كله نشوف ازاي الأمراض النفسية بتلاعب أقدار الشعوب، وازاي الناس اللي في الصدارة في الحكم اللي هم
يجب إن هم لابد إن هم يُحتّم عليهم الضمير والأخلاق والقِيَم إن هم يكونوا على خُلُق رفيع زي الناس دي، سواء الملك الرازي أو صدّام أو كذا، كذا. يعني دي شيء من غرائب القدر. وفناء عصر الرومانسية والضمير الزائف اللي هو ساد الآن، عصر السرعة والأمراض النفسية. ده كنا كنا بنشوف الأمراض النفسية في العصر الحديث. في يعني شيء يعني أرجو أن تكون الاستفادة قد عمت الناس في موضوع الرومانسية المفقودة وموارضة القلوب من الزعماء وهكذا. ده كان شيء أنا قُلت إن أنا أرجو أن تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة اللي هي بعنوان الرومانسية المفقودة في العصر الحديث والأمراض النفسية عند القادة وأصحاب الرأي والقرار. آآ ده في النهاية عايز أقول إن الأخلاق أهم حاجة. إذا ما كانش في أخلاق في الدنيا، في الآخرة مفروض عليك أن تكون صاحب أخلاق، سواء إنك تخش النار ربنا بيعذبك تكفير لأخطائك وضميرك الزائف الدنيء اللي كنت فيه في الدنيا. والناس اللي ماشية بالأخلاق والقيم دول بينعموا في الآخرة، يعني ده كله يعني تلاعب القدر وعبث الأقدار، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاء الشاعر.